أهلا وسهلا بكم في قناة جمال أبينا. اقتربت ذكرى طرد الجزائريين للمغاربة الذين كانوا يقيمون في الجزائر. هذه الذكرى الأليمة التي لا يشفى جروحها تبقى خالدة في عقولنا وقلوبنا، ومهما طال الزمن ولن ننسى الحكومة التي أعطت أوامرها لتجريد المغاربة من كل ممتلكاتهم ومنازلهم وأبنائهم والرمي بهم في الحدود المغربية في يوم عيد الأضحى. هناك مغاربة، كاين بعض المغاربة الحوالة ديالو يلا ذبحوهم معلقين، مازال ما مسوهمش، جاو هزوهم داوهم، ما عارفينش علاش. هادشي حيت الحقد والكره اللي كاين في قلوب الجنرالات الجزائريين والحكومة الجزائرية هو اللي دفعهم يتصرفوا هذا التصرف الشنيع الذي لم يرق للعالم بل حتى للجزائريين أنفسهم. وسمعنا في بعض البرامج الجزائرية أن بعض الجزائريين قالوا بأن كانوا معهم مغاربة ما عارفينهمش واش جزائريين ولا مغاربة، تجاو تيجريو عليهم. وكاينين مغاربة تما ما عارفينش راسهم واش مغاربة، تجاو قالوا لهم نتوما مغاربة وجراو عليهم. وفرقوا بين الأزواج، الرجل المغربي تعطيوه الأبناء ديالو وتيحيدوا ليه المرأة الجزائرية، تيفرقوا بيناتهم ويجريو عليه. والعكس صحيح، الرجل الجزائري تيحيدوا ليه المرأة المغربية ويحيدوا ليها الأبناء ديالها ويجريو عليها. هادشي هذا إن كان يدل فإنما يدل على الحقد والكره والمقت الذي يسكن في قلوب الجزائريين الذين يكنون كل المرارة والعداوة للمغاربة. كنا تنعرف بأن الجزائر استقلت أو ولدت سنة 1962. مباشرة بعد ولادتها سنة 1963 قامت بالهجوم على المغرب، والجنود ديالها توغلوا بكيلومترات عديدة داخل التراب الوطني. الجنود المغاربة لم يردوا على الجنود الجزائريين، فقد كانوا ينتظرون أوامر جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، الذي كان اتصل بالحكومة الجزائرية وانتظر الرد الذي لم يأتيه ليعطي أوامره للجنود المغاربة الذين سحقوا كل الجنود الجزائريين الذين توغلوا داخل التراب الوطني. وهذا باعتراف رئيسكم الذي قال حضرونا 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 الماركة. للإشارة، الماركة ماركة لا تموت، سنظل نغيظكم لأن قلوبكم لا يملأها سوى السم والكره والحقد، ونحن لا نبالي بالخزعبلات الجزائرية التي
ترأس حكومتها أو تسير جيشها. للإشارة، الجيش الجزائري أو كبار الضباط الجزائريين يعلمون علم اليقين بأن الجيش المغربي سيسحقهم في رمشة عين، لهذا يكتفون بأن